نسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتوره بيطريه. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتيز اوازو. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا هندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه؟ انا مؤهل. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90. تامر حبيب عايز يشتغل ايه النهارده؟ عايز اشتغل دكتور نفساني. اشمعنى؟ علشان ما نفسيتنا كلنا خربانه، فلو اقدر اساعد في الموضوع يبقى شيء كويس. يعني انا شايف ان الحاله النفسيه للمواطن المصري عايزه كونسلته. ايه المقومات لدكتور نفساني من وجهة نظر تامر حبيب عشان يبقى ناجح ويوصل للناس بسرعة؟ بصي، انا احساسي ان هو يبقى مقدر قيمه ومعنى واهميه وتركيبه كلمه بني ادم. يعني قد كده دي حاجه مركبه جدا، وقد كده محتاجه مذاكره ومحتاجه تعامل دقيق جدا جدا جدا. هل انت النهارده شايف ان انت ممكن لو قعدت مع اي حد تقدر تحلله مشاكله النفسيه عن طريق اللي انت اكتسبته من خلال طبعا مذاكرتك للشخصيات اللي حواليك؟ ما اقدرش ادعي ان انا يعني معايا بقى مفتاح علاج نفسي لاي حد في الدنيا، بس مبدئيا انا اقدر ادعي ان انا ودني كويسه، ان انا بسمع كويس، وان انا مش جادجمنتال، مش بتاع احكام اخلاقيه، ما بقدرش يعني ايه، مش ماشي بشنطه قوانين 1+1=2، لان اللي ممكن يكون مريح ليكي نفسيا ويعتبر شبه علاج نفسي ليكي يخرجك من ازمه، ممكن يبقى عكسه تماما، هو اللي مريح لشخصيه تانية، لان تركيبتك النفسيه غير تركيبه نفسيه لحد تاني. فانا بحس انه فكره قبول الاخر بشكل عام ونوسع مداركنا كده ونسمع كل واحد، لان محدش في الدنيا، مفيش حاجه اسمها شرير ومفيش حاجه اسمها طيب، مفيش حاجه اسمها خير مطلق وحاجه اسمها شر مطلق، وده سحر البني ادم، ان هو لايرز، طبقات 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 كده. فما اطلعش انا مبتدي بحكمي واسمع هو هيقول لي ايه. فاظن ان انا عندي الحته دي شويه. اي مريض النهارده هيجي لتامر حبيب، ازاي تخليه يثق فيك ويحكي لك كل حاجه؟ بتهيألي في حاجه اساسيه كده. اولا ابين له ان انا لسه بقول لك عليه دلوقتي، فكره ان انا عمري ما هحكم عليك اخلاقيا. ثانيا ابقى نفسي جدا معاه، ابقى صادق ان وات يو سي از وات يو جيت، اللي انت شايفه ده هو اللي موجود. انا مش متعالي عليك ولا بلعب ان انا هعالجك فانا على كرسي اعلى من كرسيك، انا قاعد زيك كده. فبالتالي درجه صدقي في اني اكون نفسي هتعديه، فهو كمان هيبقى صادق في انه يبقى نفسه. هو مما لا شك فيه ان احنا كلنا بني ادمين، وكلنا احنا النهارده بنتعب من حاجات معينه في الحياه اللي حوالينا. ايه الحاجات اللي انت ممكن النهارده تفصل تماما عن شغلتك اول ما تدخل عيادتك وتقول انا واحد جاي بساعد الناس مش هشيلهم همي؟ ايه الحاجات اللي انت لازم النهارده تفصل ما بينها وما بين شغلتك؟ بصي، بتهيألي هي صعوبة المهنة دي بشكل عام، واللي عشان كده دايما يقول لك ايه، الدكاتره النفسيين اساسا بيخربوا نفسيا، وده امر طبيعي. ان انت قاعده قدامك بيتفتح سوري يعني بكابورت مليان كلاكيع ومشاكل وحاجات زي كده. غير المشاكل بتاعته هو شخصيا. ما هو ده بقى اللي كنت اقول لك عليه. بتهيألي المفتاح الاول انه ادخل كاني انسان بلا مشاكل، وده ملوش وجود، بس لازم انسى نفسي تماما. يعني انا قاعد زي كده، عارفه لما بتتفرجي على فيلم وتلغي كل مشاكلك وحياتك النفسيه. وعارفه شاديه في عفريت مراتي لما كانت بتتقمص، فانت بتهيألي مطالب منك ان انت على قد ما تقدري تبقي الشخص اللي قاعد قدامك. هنعرف انت جاي تشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90. انت جاي تشتغل ايه النهارده على الراديو 90 مع همسة امام.
بعد 5 سنين تقريبا من مهنتك كطبيب نفساني انت ممكن تشوف نفسك فين؟ بصي الحمد لله الحمد لله الحمد لله على مستوى الراحه النفسيه، ودي مهمه جدا جدا بين اي طبيب نفسي، الحقيقه هي مهمه بين اي دكتور ومريضه ايا كان هو دكتور ايه. بس على مستوى الراحه النفسيه الحمد لله انا يعني ربنا انعم عليا بالنعمه دي، انه حصلت معايا ان ناس كتيره قوي نبقى لسه عارفين بعض بقالنا شويه صغيرين قوي، بس حصل بينا هو ارتاح لي نفسيا او هي ارتاحتني نفسيا، فابتدى يحكي لي حاجات او اداني مساحه بسرعه جدا مش طبيعي انك تديها لحد لسه عارفاه بسرعه كده. طيب وبعد 5 سنين من مهنتك او مزاوله مهنتك دي كطبيب نفساني، ممكن انت تشوف نفسك ان انت تبقى واصل لقمه نجاحك ولا لسه هتبقى عايز ان انت تحقق نجاحات تانية؟ لا بصي بعد 5 سنين هبقى بدور انا على دكتور نفساني شاطر يشيل مني كم الكلاكيع اللي بقت موجوده عندي دي. انت فاهمه يعني ايه تبقي عايشه 5 سنين بتسمعي ازمات مرهقه الانسان لدرجه انها وديته لدكتور نفساني؟ فبتهيألي عشان ممكن تختار دكتور نفساني ليك انت شخصيا. ما كنت لسه هقول لك كده، هو في اوروبا والدول المتقدمه عاده دايما الدكتور النفساني ليه محلل نفسي، لانه لو انت عايشه بتجيلك كل الطاقه السلبيه دي من ناس بتشتكي من حاجات، وبالذات ان تحديدا المرض النفسي ده بحر رهيب رهيب وجواه حاجات الواحد اللي بيتفرج عليه واللي بيسمعه عمره ما يتخيل ان قد كده النفس البشريه دي معقده، وقد كده النفس البشريه دي بتخليكي تتصرفي تصرفات عكس اللي انت نفسك تعمليه خالص، او بتبني عندك بني ادم كده يمكن عمرك ما بتبقي حابه ان يبقى هو ده. فاظن بعد 5 سنين هبقى انا في المصحه. طيب انت في حاجه عايز تقولها لي قبل ما ننهي الانترفيو النهارده مع حضرتك؟ عايز اقول لك حاجه كدكتور نفساني، لان دي معلومه عرفتها من دكاتره نفسيين سمعتها كذا مره، ودي مهمه قوي 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 عند كل بني ادم تحديدا بيعمل بني ادم يعني اب وام، ان الشخصيه النفسيه لاي مخلوق خلقه ربنا بتتكون في اول 4 سنين من حياته. بمعنى وانت شايله حته لحمه تتعاملي على انها مش فاهمه حاجه خالص، وواقفه مع جوزك وصوتكم جايب اخر الشارع، انت مش فاهمه ده قد ايه مأثر سلبا على حته اللحمه اللي انت ماسكاها ده. قيسي على كده كل الحاجات اللي في الدنيا. فنفسي قوي قوي كلنا نبقى واعيين ان اصعب مسؤوليه ان نعمل بني ادم، وان الشخصيه النفسيه دي بتتكون في اول 4 سنين. في سؤال ما اتسالتوش كان نفسك اساله لك؟ ما لا بصراحه يعني اروح للدكتور بقى يسالني الباقي. طيب احنا بنشكر حضرتك جدا. كل سنه وكل الناس طيبين. وانت طيب. ميرسي قوي يا تامر. هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتورة بيطرية. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين je parle français comme le petit oiseau. يا ليبي انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا هندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه، انا مؤهل. شايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90.